أقرد بإقليم الصويرة لا زالت الساكنة تعيش معاناة يومية للحصول على الماء الصالح للشرب، معاناة تتفاقم مع ارتفاع الحاجة للمياه خلال فصل الصيف. عبد الرحيم بن شيخي وعبد الغني الطهراوي. جماعة أقرد 20 كيلومتر عن الصويرة، ومنها تزود الصويرة بالماء الصالح للشرب. وهنا المفارقة، حيث يعيش سكان ودواوير أقرد على نقص فادح وكبير في هذه المادة الحيوية. أكثر من 5000 نسمة يعوزها الماء الصالح للشرب. فالجماعة لا تستفيد من ربط القارن بشبكة الماء الشروب. الجماعة لا تستفيد من ربط القارن بشبكة الماء الشروب. شروط الحياة تبدو شبه منعدمة. مياه الشرب عملة نادرة. يقوم السكان بشرب مياه الأمطار. اعتمادا على البرك المائية التي تجتمع فيها مخلفات الأمطار. ناس يفترشون الأرض العارية، يعيشون تحت أكوام من الحجارة تعلوها الأكياس البلاستيكية. في أقصى المسكن أفرشة بالية وبالقرب منها أدوات طبخ بدائية. تجاوزنا مرتفعا صخريا، بدت لنا مجموعة من المساكن بالرغم من تباعد مشاتي بلديتي برج زمورة وحسناوة بولاية برج بوعليريج ووعورة التضاريس الجبلية، إلا أن ذلك لم يكن عائقا من وصول شبكة الغاز لسكانها. يديروا اللهم يحيدوا البوطة ديال 150 درهم ويديروا عادي كالربع، نوليو أنا عمرو 5 دراهم. بغيت 5 دراهم ديال الغاز غندير 5 دراهم ديال الغاز ونقضي الغرام. انها غاليه 150 درهم بزاف. حنا قدينا ساعه ديال 10 دراهم بقانا 150 درهم. تكلفه 640 توصيله 45 مليار سنتيم و131 كيلومتر تاع قنوات لايصال الغاز الطبيعي لهؤلاء المواطنين. اذا تلاحظون ان مجهودات جباره، مجهودات كبيره، ووزن المعدل الوطني بكثير، حيث المعدل الوطني بالنسبة المعدل العام بالنسبة للولاية يقارب 90%. سنوات من المعاناة وينتظرون أن يغير وصوله من يومياتهم فيما هو آت. شوف بعد المنطقه هذه عن مركز البلديه وعن مركز دائره وعن مركز ولايه، وتشوف انه اليوم حنا ندشنوا في الغاز الطبيعي اللي وصلنا اليوم. حنا نعتبره هذا انجاز كبير، ونعتبره هذا فضل تاع دوله كبير. ولما نشوف المعاناه اللي عقبناها كامل، ناكد باللي احنا اليوم رانا فرحانين بطريقه هنيه ما تصوروهاش. تهنينا شويه الدخان، تهنينا القطر، عطاونا السكنه، تهنينا البرد نظيف، كلش الحمد لله. القطر عطاونا السكنه، تهنينا البرد نظيف، كلش الحمد لله. قليلة هي البلديات التي تنتظر أن تمسها مشاريع التزويد بالغاز في تحد كبير للولاية. هذا ونقل التلفزيون الجزائري نقل ميدانيا انشغالات سكان ولايات الجنوب الذين استحسنوا قرار التخفيف في تسعيرة فواتير الكهرباء. العين ما يدفع إلى ملازمة البيوت واستعمال أجهزة تكييف خاصة تشتغل طيلة الوقت، ما يكلف المواطن البسيط فاتورة كهرباء باهظة الثمن. الصيف احنا عندنا 8 اشهر، الصيف دركا احنا عندنا البلدان راهم درك دخلوا الشنابر والزور، واحنا مازال راهم عندنا يمشوا، مازال كلاماتيزارات راهم يزهروا مازال. جانا الصيف سخون بزاف، لدرك رانا في لافا تاع اكتوبر، مي الكليماتيزير مازال راهم يمشوا. والتريسيتي السنه جات طالعه، ما نعرف نحاو 50% هذيك، وقيلا نحاوها لينا موالفين كي كانت 50% هذيك كنا لاباس.
للعامان اللي فاتوا. ودوروا لنا حل، السلطات المعنيه دير حل. مشكل سرعان ما استجابت له الحكومة باستحداث لجنة خاصة لدراسة هذا الانشغال، قرار لاقى استحسانا واسعا من قبل السكان. شفت يعني وزير الداخلية راه يتكلم على اللجنة نتاع الجنوب، ماذا بينا فرحت وفرحوا قال جيراني وفرحوا قال الناس. هذه هي آخر صورة للحي القزديري الفوضوي المعروف بالحفرة بوادي السمار والتابع للمقاطعة الإدارية للحراش. يقطر إلى الحي فرحة إعادة الشابة تكذبي تدخلي تشوفيها. ولادك كيفاش يقراو هنا؟ يقراو عندي 3 يقراو لهنا. كيفاش يقدروا يقراو فيه؟ ربي الحمد لله على كل حال، الحمد لله. تاع يماهم فهمتي كيفاه؟ احساس مختلف بارابور تكوني في بيت وحده وربي يفرج عليك يعطيك بارتمان، ماشي حاجه سهله. ميم بوغ ولادك اوسي سي نورمال. وليدي يقول لي يعطونا 8، يعطونا ان شاء الله ماما تولي عندنا صال دو بان. كيما داك نهار حاجه دخلت تواليت هنايا قاعد في القاعه وجعوه رجليه، قال لي كي نروح يعطونا تاع الكرسي، قلت له ان شاء الله باذن الله. قصد تحسين الاطار المعيشي للمواطن وتنفيذا للبرمجه التي رسمها ولي ولايه العاصمه، سيتم يوم الاربعاء 5 اكتوبر ترحيل حوالي 700 عائله من حي القصدير الفوضوي الحفره بالمقاطعه الاداريه الحراش الى سكنات جديده لائقه بمواطنينا عبر تراب بلديتي الخراسيه وبئر توتا. اليوم تمر 14 سنة عن تواجد هذا الحي القزديري. قاطنوه وإن اختلفت ظروف لجوئهم إليه إلا أن تفاصيل معاناتهم مختلفة. نقول الحمد لله، الحمد لله يجوا لينا شافونا راح يرحلونا، الحمد لله كل خيرهم. احنا ولادنا اللي تمرمدوا المسجد بزاف بعيد عليهم، ما يجيو يوصلوا للمسجد. انا 5 اكتوبر هذا سي نوفيل ليسونس، ما راح نزيدوا كاع جدد ان شاء الله يا رب العالمين. يوم الاربعاء ان شاء الله انا بور موا سي نوفيل ليسونس راح نزيدوا كاع ان شاء الله زياده جديده ان شاء الله. باساج جو ريميرسي البريزيدون دو لا ريبوبليك celui qui a pensé au bidonville. C'est le premier responsable qui a pensé au bidonville. كاع السكان كاع تاع الحفره تاع الواد سمار شهاده ميلاد لكل واحد ان شاء الله. يومان فقط على غرار حي الحفرة بوادي الصمار واد الحميز ببرج الكيفان وكوكو بلاج ببرج البحري، حيث من المتوقع أن يتم البدء بحي الحفرة ببلدية واد الصمار والذي يضم قرابة 1200 عائلة، والحيين القصديريين واد الحميز ببرج الكيفان ب 1400 عائلة.